ممكن حد يعمل جلو اب كامل، يغير لبسه، يظبط شعره وينزل الجيم، اول ما حد يبصله يحس انه اتكشف. الغريب ان اللي بيتغير في المراية مش دايما هو اللي بيتغير في الدماغ. كل يوم بنشوف فيديوهات before after، تحول يخلي اي حد يقول اكيد حياته اتغيرت. عشان كده كتير من الناس يفتكروا ان السر كله في اللبس او البراندات او روتين البشرة. اول خروجه او اول مقابله او اول طلب اوردر في كافيه، تلاقي الواحد لسه متوتر، صوته اهدى من الطبيعي، ويفكر الناس شايفاه ازاي. وساعتها يبان سؤال غريب، هو ليه الشكل اتغير لكن الاحساس من جوه لسه زي ما هو؟ اللي بيحصل ان المخ مش بيتعامل مع الشكل والهدوم، المخ بيتعامل مع الصوره اللي شايلها الشخص عن نفسه. علم الناس بيسميها صوره الذات، ولو الصوره دي لسه قديمة هتفضل هي اللي تقود التصرفات. عشان كده ممكن الشكل يتغير تماما لكن الثقة تفضل مكانها، وأي نظرة أو أي تعليق بسيط يخلي الجسم يدخل تلقائي في وضع التوتر، فتبان لغة الجسد متحفظة حتى من غير ما الشخص يحس. عشان كده الجلو اب الحقيقي مش أول قطعة هدوم جديدة، الجلو اب الحقيقي بيبدأ أول ما تتغير صورة الإنسان عن نفسه، ولما ده يحصل حتى اللبس البسيط بيبان مختلف. برأيك ليه ناس كتير بتغير شكلها لكن مش بتحس انها اتغيرت من جوه؟